معلومات جديدة في قضية مقتل طبيب الأسنان سبنسر تيب وزوجته مونيك تيب في مدينة كولومبوس أوهايو. هذه جريمة بشعة حدثت في هذه المدينة، وبشاعتها جاءت أنه تم قتلهم أمام أطفالهم، وهذا طبيب معروف في المنطقة. الآن تم إلقاء القبض على مايكل ديفيد عمره 39 سنة، وهو طليق الزوجة اللي هي مونيك سبنسر، ويعمل جراح قلب في إلينوي. جاء إلى منزلهم، وطبعا قتلهم داخل المنزل أمام طفلينهم 4 سنوات وسنة، وترك طبعا أطفال أحياء. فتخيلوا يعني وضع الطفلين في جريمة قتل، ويعني الأب والأم مقتولين أمامهم يمكن لساعات. الآن اكتشفوا أنه هذا الزوج السابق هو كان متزوجها بين 2015 و2017، والطلاق حدث قبل 8 سنوات. فتخيلوا بعد 8 سنوات بعد ما هاي طلقت وتزوجت وبنت أسرة، يرجع يرتكب هذه الجريمة بسبب مشاكل زوجية سابقة.